الجمعيه التشريعيه. اوكي كده معايا لغايه دلوقتي؟ طيب لما جه فاروق ايه اللي حصل؟ حد عنده فكره؟ طلعنا دكتور اسمه دكتور 1923 بناء على طلب بريطانيا عشان هم عايزين يحلوا مساله كانت بيننا وبينهم وبين السودان. فقرروا ان يتعمل دستور. طلبوا جولات بقى للوزاره والاحزاب وقرروا في التوقيت ده لما طلع الدستور ان هيتعمل مجلس عندنا بدل مجلس واحد او 3 مجالس زي ما عملها الملك توفيق، عملوها مجلسين اتنين. مجلس الشيوخ وده كان 3 اخماس منتخبين، يبقى اول مجلس كان مجلس الشيوخ و3 اخماسه كانوا منتخبين والخمسين التانيين كان بيعينهم الملك. طب المنتخبين كانوا بينتخبوا على انهي اساس في التوقيت ده؟ كان بيقول لنا ان التوقيت ده بيتعين نائب واحد عن كل 180,000 فرد في الدوله. بيجيب لي نائب عن كل 180,000 فرد، وبالتالي المجلس ملوش عدد ثابت في النواب، مش زي دلوقتي هنقول عددهم الثابت بقى قد ايه، لا. في الاول خالص في العهد الملكي كان عن كل 180,000 فرد في الدوله بيتعمل نائب واحد، وكان بيعتبر النائب ده مش نائب عن 180,000 بس، لا هو نائب عن الشعب ككل، فبيتكلم فيما يخص القطر المصري كله مش في منطقه معينه زي دلوقتي. ماشي كده؟ طيب كان مدته قد ايه المجلس ده؟ اول مجلس بشكل واضح، المجالس اللي قبليه كانت مجرد مجالس محاولات مننا ان احنا بنعمل حياه نيابيه، لكن ده اول مجلس بشكل واضح ليه قوانين. اوكي. دلوقتي كان مدته قد ايه؟ 10 سنين، لكنه كان بيجدد كل 5 سنين. ليه تجديد نصفي؟ بناخد نصف الاعضاء زي مجلس ايه دلوقتي؟ الشورى. ليه تجديد نصفي؟ مدته 10 سنين، ليه تجديد نصفي بعد 5 سنوات. ده كان اول مجلس، وده اللي احنا بنقول هنمشي على نمطه لغايه دلوقتي لغايه ما هنلاقي ان ده مجلس الشورى حاليا. اوكي؟ المجلس الثاني كان اسمه مجلس النواب. دول كان جميعهم منتخبين، نسبتهم ازاي؟ فرد واحد او عضو واحد نائب واحد عن كل 60,000 مواطن. كان عن كل 60,000 مواطن في الدوله بيتعمل ايه؟ نائب واحد. بس برضه كان ملوش مقياس وملوش عدد معين، مش مثبتين عدد المجلس لانه بيزداد حسب زياده السكان في الوقت ده. مدة المجلس ده كان 5 سنين. الانتخابات في المرحلة دي في العصر الملكي دي كان شكلها ايه؟ كان بيجي الانتخابات على مرحلتين، مش مرحلة واحدة، مش انتخاب مباشر زي ما احنا بنعمل في يوم واحد على مستوى الجمهورية، لا بيتعمل على مرحلتين بتقسم، والاعداد كانت على حسب ما بيقال هما بيعملوها او على حسب ما الملك بيرتقيها. يعني هو عموما في الفترة دي كان الملك دائما هو اللي بيرى، لان هو كان بيسود، هو اللي يرى ويقول ويأثر على الوزراء. كان مين بيحكمنا في الوقت ده؟ ايه شكل الحكم عندنا دلوقتي ده؟ مين يعرف؟ باين معانا كده الحمد لله. حكم ملكي. ايه شكل الحكم الملكي في مصر؟ هو ملك قطر وعنده وزاره، الوزاره هي اللي بتشغل، وكانت الوزاره غالبا بتبقى مش يعني ايه اختصاص الملك؟ اختصاص الملك اشراف اصدار الاوامر. لا هو كان بيسود بيملك، زي ما بنقول كده بيملك ولا يحكم، بيشرف على اللي بيحصل. طب لو عايز يحكم يعمل ايه؟ بيجيب رئيس وزراء. ايوه هو اللي شغال اهوائي. انا ملك دلوقتي جبت رئيس وزراء اهوائي وتوافق اهوائي، وبريطانيا وسمع لكلام بريطانيا عشان ايام احنا كنا تحت الاحتلال البريطاني، ويجيبه لقى الوزير ده ما بقاش على هواه شويه، قعد يعمل مشاكل، مش بيمشي القوانين اللي هو عايزها، بيقعد يعمل حاجات تخالف راي الوزير، لدرجه ان رئيس الوزراء كان ساعتها بيستقيل. زمان كان مبدا الاستقاله ده دائم، وما كانش عندنا وزارات تقعد مده طويله. كان رئيس الوزراء يستقيل عشان ما عجبوش حاجه في الدوله، بيجي تتعين وزاره ثانيه ما تعرفش تحل المشكله اللي جت عشان فتستقيل وهكذا. فكانت الحياه النيابيه في الفتره دي مش مستقره. كان عندنا رئيس الوزراء بيحكم، كان بيجي زي رئيس الوزراء بعد مجلس الشورى ومجلس الشعب، كان بعد يعني المجالس التشريعيه في الوقت ده اللي هي الشيوخ والنواب. كان ايه اللي بيحصل؟ الاغلبيه اللي بتيجي في المجالس دي هي دي اللي بيجي عن طريقها رئيس الوزراء. مثلا جه بقى الاغلبيه حزب وفدي، الحزب بتاعهم وفديين او دستوريين احرار، فيقوم ايه اللي حاصل؟ اتفضل. يقوم ايه اللي حاصل؟ يبقى رئيس الوزراء ده من المجلس بتاع الحزب ده، وقت جابوا سعد زغلول، دستوريين احرار جابوا ثروت، نسيم توفيق، على حسب الحزب في التوقيت ده والاغلبيه بتاعته تبع مين؟ رئيس الوزراء هي دي اسماء رؤساء الوزراء في التوقيتات دي. خلاص كده؟ الحياه النيابيه دي كانت الملك فيها من حقه حل المجلس النيابي الشيوخ او النواب بدون الرجوع لاي سبب.